السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معلش انا عارف ان انا غايب عليكم بقالي كتير، بس كنت بجهز لتجربة جديدة ان انا جبت مكنة ورخصتها وهننزل نشتغل بيها. بص اهو اللهم بارك، مكنة بوكسر عليها باوتش طلبات لان احنا هنفتح شفت النهاردة. زي ما فهمتكم الشغل عامل ايه بالعجلة، هوريكم برضو عملي بالمكنة وصافي الدخل كام والدنيا هتبقى كام معانا. عايزكم بقى في الكومنتات تصلوا على النبي وتدعوا لي ربنا يسترها معانا ومعاكم. المكنه موديل السنه بوكسر 2026، ماشيه 1000 كيلو بس، ملينه. انا بصراحه مش مشتريها زيرو، انا مشتريها كسر زيرو، كانت ماشيه 1100 كيلو بس. هنشوف المكنه هتجازي معانا، والنوع البوكسر ده ايه الدنيا، موفر في البنزين ولا لا، ولو في انواع تانية هرشحها لكم برضو. وممكن ننزل برضو دي واندرايف او الشركات اللي انتوا تختاروها، ننزل نجربها ونقول لكم الدنيا. اي حد عنده فكره او اي حد عنده سؤال يكتب في الكومنتات واحنا ان شاء الله نشتغل عليها الفتره الجايه. احنا الشفت اهو، الساعه تخلص 12 ونص، احنا فاتحين الساعه 4 35 دقيقه. شوف هنعمل كام اوردر، معدل كام اوردر في الساعه والتسعير. احنا باتش 3. الاسبوع اللي فات التقييم بتاعي كان بايظ بسبب انا كنت مشغول عن الشغل وكده وما كنتش بنزل، فالتقييم بتاعي كان بايظ. هنشوف بقى ايه هنعمل كام النهارده في ال7 ساعات دول، احنا حاجزين 7 ساعات. هنشوف ايه هنعمل كام فلوس ومعدل كام اوردر وهتجازي معانا ولا لا. وادي ده اول اوردر بالمكنه الجديده، اول اوردر بنوصله. هنسلم الاوردر خد معانا بالظبط 12 دقيقه وعليه 10 اكراميه. يعني احنا التسعيره بتاعتنا عشان باتش 3 28 وعليه 10 اكراميه، 38 جنيه. هنسلم كده، سلمنا نجيب المدفوعات. بص 8 اوردر عامل 38 جنيه 72 قرش عشان عليه 10 جنيه اكراميه. دلوقتي دقيقتين 3 كده وهيجيلنا اوردر تاني، دلوقتي 54. بص جالنا اوردر تاني، هنروح نسلمه المسافة بالظبط 2 كيلو. نروح نوصله دلوقتي 9 دقايق. احنا سلمنا تاني اوردر، احنا مكملناش ساعة، قلنا ساعة الا ربع. اوردرين ب67 جنيه، كمان احنا باتش 3. بص 3 التقييم. واخد بريك، افكه دلوقتي نكمل شغل. اللهم بارك، عملنا في ساعتين 5 اوردرات 150 جنيه في ساعتين و8 دقايق، فده معدل حلو. كمان احنا باتش 3، يعني بنقبض على تالت تسعيرة. دلوقتي المغرب أذن، عايزكم كده تصلوا على النبي وانا اروح اصلي واخد بريك كده 5 في المسجد، وبعد كده نطلع نكمل شغل. باي. الحمد لله صلينا، طلعنا اوردر كمان وده التاني، يعني ده الاوردر السابع، وان شاء الله لسه باقي كده حوالي 4 ساعات في الشفت. فانا بعد ما اخلص هقول لكم التوتال واقول لكم مميزات وعيوب المكنه، الشغل بالمكنه والمكنه نفسها برضه. ازاي الثامن لسه في الزمالك، اخر اوردر وصلته في الزمالك السابع، جالي اوردر في الزمالك وصلته جوه الزمالك برضه. طلعنا الدور ال11، عمارة عالية 20 دور. هنسلم نشوف بقى، نفضل قاعدين في الزمالك لحد ما يجينا اوردر يرجعنا ندق بقى المهندسين تاني. بصوا ده ممشى اهل مصر، هنوصل اوردر في الزمالك انا نعدي على الممشى. بص شغالين بالظبط سكة 4 ساعات ونص 5 ساعات 406 12 اوردر. كمان كنا بناخد بريك نصلي، وكنت خدت بريك اكلت كمان وشربت قهوة. كمان احنا باتش 3، نقعد شوية كده يمكن يجيلنا اوردر ولا حاجة في الزمالك ويخرجنا من الزمالك.
دلوقتي الساعة 12 جالنا اوردر. اشتغلنا بالظبط 7 ساعات، عاملين 16 اوردر ب140 جنيه. خلصنا الشيفت الساعة 4:15، اشتغلنا 11 ساعة بالظبط، 25 اوردر عاملين 824. بارك الله فيما رزق. اخر اوردر ده كان لعميل بكس لرندا البحيري، وغلبتنا على ما ردت على التليفون. اليوم إلى حد ما كان كويس يعني، الحمد لله عدت بالستر. كنت أول يوم كنت هعمل حادثة، الحمد لله ربنا ستر. بس إنما الشغل بالمكنة طبعا لو احنا باتش واحد هيجازي أكتر بكتير من العجلة، يعني هتبقى مجازية أكتر من العجلة بكتير كمان، وكمان انت بتكسب راحة وكده. أما البنزين وكده مبتستهلكش بنزين، حاطط بتاع يعني تقريبا ب50 جنيه مشوني، يعني شغلوني طلعوني 25 اوردر ولسه التانك فيه بنزين، فالدنيا بسيطة يعني. واسيب لك رقمي لو عايز يعني تنزل اي زون في مصر في طلبات، لو معاك مكنة او لو معاك عجلة تواصل معايا على الرقم اللي انا هسيبه لك في الكومنتات تحت.